سلام فريداش. الفيلم ديال اليوم تركي والبطل ديالو سميتو مارت، كيموت على واحد البنت وما قدرش يوصل لها وخدر جميع المحاولات، ولكن في الاخير غيطيح على واحد الفكره جهنميه. فيلم اكثر من رائع، غير هو صبروا معايا في البدايات عشان تستمتعوا بالنهايات. يلا بينا. الفيلم ديالنا غيبدا مع مارت، هو وزير السعاده. فهاد الصباح مشى لواحد المعرض ديال النحت وبقى كيتبع في واحد التمثال محطوط تما، ومن الجهه الاخرى ديال التمثال غتكون واحد البنت حتى هي كتمتع عينيها فيه. هو يضرب على خونا مارت، شافها وقال لها اش هاد العابات كنشوف، وهي تقول ليه ختنا انت مالك يا خويا. هو يقول لها مولاش هاد التمثال هارب لها، كيحسب لها لا دارته في الماء غيجيب لها ثمن كثر. وهي تقول ليه تبارك الله عليك راد الباله وعندك بعد النظر. هو يقول لها يا والله حتى كنهضر معاك. هو يقول لها واش هاد التمثال ماشي هو اله البحر بونتوس؟ وهي تقول ليه راني قلت لك انت على بال وعندك بعد النظر. وقال لها اجي نعاود لك الاسطوره ديال هاد الاله. المهم بقى طالق على المسيح، وهي تقول ليه هادشي اللي عاودتي ليا ما عمرني سمعته. وتا هو الخنز قال لها راه انا يلا اختارت لك الزين. وقال لها دخلنا عليك بالله اللي سمع هاد الاسطوره واش ما غيشريش هاد التمثال. قالت لي ياك ما انت خدام في التسويق، هذه هضره ديال صحاب البيع والشراء. عاقت بيه ختنا وفري خونا عنده شركه ديال التسويق. المهم عطاه الكارت فيزيت ديالو وقرات سميتو مارت، وقالت لي مشرفين. وملي سول على سميتها قالت لي انا هي الدا التوناي، وغتكون هي ختنا اللي نحتاج داك التمثال اللي كان كيكريتيكي فيه خونا. هو يمرق وقال لها يلا كنت كنقول عليك غير الكلام الزوين، بغى زعما يصلح ما تم افساده. الساعه لصقت ليه ورقته في يده وخلاته مشات. ومع خونا مارت جلطيطه مشى شرا داك التمثال من داك المتحف وغيوصلها ختنا داك الشيك ديالو حتى لدارها. في داك الصباح فاقت ادا وصيفطت الكلب ديالها يفيق خوها طارق اللي عايش غير هو وياه في ديك الدار. المهم ختنا ادا هي المسؤوله في ديك الدار. ملي فاق حبيبنا طارق قالت لي شفتك نايض عيان وجهك صفر يا خويا مالك. قالت لي شحال هادي قلت لك بعد من داك السوبر ماركت اللي انت خدام فيه وانا قاعده بالدار غير انت عطي راسك الراحه. شي خواتات كي دايرين وليدي. وهي تقول يلا حبيب خوها نوض راني موجده لك فطور داك الشيء اللي كيعجبك. وهاد طارق واحد الانسان اللي درويش مسكين وغير نيه ما ينوضش دجاجه على بيضه من الدار للخدمه من الخدمه للدار. سبيه عيري ما يهزش فيك الراس. داكشي لاش ما تيخش في راسو حاس براسو غير زايد في هاد الحياه. حتى الكلاب ديال المدينه نافرين منه. خونا طارق اختو غالطه فيه، هو ما خدامش في السوبر ماركت، هو خدام محاسب في الشركه ديال خونا مارت. المهم حتى واحد فيهم ما عارف على الاخر شي حاجه. وفي ديك الشركه غيكون خونا طارق كيحب واحد البنت كيكراشي عليها كل هنيها حيت البوست ديالها اون فاس معاه. وهاد ختنا سميتها سماهان. وفي هاد الشركه ديال خونا مارت الشعار ديالهم هو السعاده، لكن تيكاعي بلا ما تجي. داكشي لاش خونا مارت ديما خالق السعاده، وبداك الستيل فين ما شافتو شي بنت مسكينه كطيح فيه. داكشي لاش كل مره تشوفيه جالس مع تيتيزا في شكل عام. هاد مارت دائما داخل بالسعاده خارج بالسعاده، تقول كيبيع ويشري فيها. المهم ديما الناس اللي خدامين معاه موتيفين معاه وناشطين. وفي واحد النهار غيجي واحد الوفد صيني للشركه عندهم باش مارت يدير لهم تسويق للموقع ديالهم اللي سميتو ضرب الدكه وحل بكه .com. هو يقول لي واحد الشينوي واش كتفهم الصينيه باش نقدروا نتفاهموا معاك بعدا؟ قال لي ضروري خوكم كيفهم كل شيء. وبدا داوي لهم على السعاده وقال لهم بكثره السعاده اللي عندنا هنا في الشركه سميناها دوله السعاده. وقال لهم اي واحد دخل هنا امبوسي يخرج هو كاعي. وقال لهم ما كاينش شي واحد معنا كيحس بالملل هو خدام. هو طالق عليهم تبان لهم خونا طارق ملي واحد من الطاج اللي فوقهم جاب الله حبستو الشجره اللي لتحت وشدوا مارش وعتقوا. هو يقول لي واحد الشينوي لا باينه عندكم السعاده وقله الملل عمي. عليه هاد خونا حاول يصفر راسو. هو يهضر واحد خونا مع دوك الشناوه وقال لي شوف غنعطيوكم مهله ديال الشهر، لا قدرتي تخلي هذا الموسطاج فرحان وسعيد حنا مستعدين نبداو معكم الخدمه، ولا جينا ولقيناه مازال كاعي ما كاينه خدمه معكم غير مشاو. هو يقول مارت لطارق انت علاش بغيت نتاهر مسخوط بالك غير اليوم خليت الغدا. هو يقول لي طارق استغفر الله حاشا باش نقتل راسي، غير هو شفت حب قلبي سمان واقف مع واحد خونا وبقيت ساهي تتعكلت مع البالكون وطحت من الدروج. قدر كيتصرف اخويا. هو يقول مارت المدير الاعمال ديالو غادي نلبسوا حوايج مزيانين ونتهلاو فيه، وملي يجيو الشينوا في اخر الشهر نخليوه يبان قدامهم ناشط ولا ما بغاش نشطو صحه وسالينا. النهار الاخر مشى للمعهد ديال الناس فين كتقري ختنا ادا وجلس وراها وهي كتشرح للطلبه ديالها في الساعه. وملي سالت قالت لي اش كدير هنا؟ قال لها جيت باش نعرض عليك العشاء هاد الليله. وهي تقول ليه لا ما خرجتيش في حالك غنجيب لك اللي خرجك. ومشات دخلت القسم ديالها. خونا جلطيطه بقى تابعها كيبوبيس وهي تقول ليه نجيك من الاخر انا ماشي من داك النوع اللي على بالك غير تضحك ليها وطيح فيك، سير قلب على شي شمعه ضوي بها وليدي. خونا هو يعوج في حاله. وفي الباب تلاقى مع صاحبتها دينيس وهي تقول لها شكون هذا البوكوس اللي يلاه خرج من هنا؟ عندك تكوني حتى هو لفطتي ليه. وهي تقول لها ما كاين غير التلفاطه بنت مو يمشي حيت هذا من داك النوع اللي باغي يتفلا وصافي. وقالت لها انا بارك عليا غير خويا طارق راه خالق معايا السعاده. الساعه خونا مارش كان مخبي ورا الباب وسمع كاع ديك الهضره ومشى في حاله وعيط للمدير الاعمال ديالو وتلاقاه في القهوه. وداك المدير جاب معاه صاحبنا طارق وملي مارش شافو قال ليه قلت لك تيبقى نهار الموعد وجيب هذا المقرنص. هو يقول لي هذا المقرنص راه خدام عندك في قسم المحاسبه وسميتو طارق التوناي. وملي سمع خونا مارش الكنيه
الفلانيه وهي تسرى معاه. عرفوا باللي هو خو ادا حيت سمعها ملي قالت سميت خوها لصاحبتها ملي كان كيتصنت لها. وغيقرر خونا مارش يبدل صاحبنا طارق وقال ليه ما تخممش غادي نخليك اسعد انسان، ولكن بشرط هادشي اللي بيني وبينك ما يعرفو حتى حد. قال لي خونا طارق مشات على منال، واول باش بداو دا عند الحلاق وضرب ليه الزيرو ردو قرع. هو يقول لمارش كي جيت، قال ليه جيتي ناضي يا وليدي. ومشى مع مارش دوزو ليله زاهيه، وغتكون هذيك اول مره خونا طارق يشرب في حياته. وتلاقات دينيس مع ادا في القهوه وبغات تقنعها باش تعطي فرصه لخونا مارش، وهي تقول لها ادا هذاك راه غير ابو بنات، واش انت حمقى ندخلوا لحياتي. وفي نص الليل مارش وصل خونا طارق للدار وهو كاو، بغى ينزل من الطوموبيل وهو يطيح على وجهه، وقال لمارش طلعني الفراش الله يحفظك. وملي طلعوا الفراشو خونا مارش زعم ومشى طلع على ادا لقاها ناس وخرج مشى في حاله. ومع الصباح شافت ادا خوها بديك الصلعه، قالت لي اش هادشي داير في راسك؟ قال لها حسنت مالك راني مليت من داك الشعر. وهي تقول ليه ما باغيش تفطر؟ قال لها لا ما باغيش. وهي تخرج ادا غدا للخدمه ولقات خونا مار تابعها وقال لها واش ما باغيش ديري معايا شي حل انتيا؟ كالعاده لفقات ليه، هو يحيد لها الشار من عنقه وغمد بعينيه ودخل وسط الشانطي ووقف، والناس تجمعت عليه وقال لها يا والله ما وافقتي تخرجتي معايا تقشر راسي هنا. داكشي ديال الافلام عمي. والناس تما بقات عليها توافقي راه السيد غضربوا شي طوموبيل، والو ما بغاتش. وهي تشوف واحد الفارغوني تجيه قاصده وهي توافق. وملي خرج عندها قال لها انا كنتسناك اللي تكوني مستعده باش تلاقيني خلي لي شي اشاره. وبالليل دا مع حبيبنا طارق لاصال وقال ليه تا اش هاد الكرش عندك اصاحبي انت مالك كتبان كي ختنا هنا. وملي رجع خونا طارق للدار لبس وتقاد وتم خارج، وهي تقول لي ادا انت فين غادي ما موالفاش لك، تعال بقى تتعشى راني موجده لك عشا زين داكشي اللي كيعجبك. قال لها لا راني وليت دير ريجيم اختي ادا. وهي بدات تشك فيه حيت خونا من نهار ضرب ديك الصلعه وهو عطيه الصير والخروج بالليل. غير هو خرج تبعتو ادا وصاحبتها خرجوا من وراه، شافوه ملي ركب في واحد الطوموبيل وهم يتبعوا على واحد الموتور. ساعه هربوا عليهم ومع الزحام في الطريق تودرت عليهم الطوموبيل. وغي تعطل خونا طارق بالليل ثاني ورجع معطل، ويلقى ادا عند الباب كتسنى وقرب لها معاه وقالت لي ما خليت عليك حتى بلاصه ما قلبتش عليك فيها، انت فين كنتي؟ الساعه خرج فيها عيني وقال لها انا راه مابقيتش دري صغير باش تبقاي خايفه عليا. وفي ديك الساعات كان مارش برا كيسمع ليهم وباش يفارق صونا في الباب، وملي خرجت ادا تشوف ما لقات حتى واحد. والنهار الاخر جلسوا يفطروا، هو يخوي لها المزيوده وقال لها راني وليت كنتعلم الطريق العوجه والسهر الليل. وهي تقول لي اش كتقول؟ قال لها راه كيف كتسمي؟ وهي تقول لي شكون هذا الاستاذ اللي كيعلمك هادشي؟ قال لها راه سميتو محمد، واحد من صحابي الملعقين اللي كنريح معاهم. محمد هو خونا مارش غير طلق عليها. وقالت ليه وعلاش باغي تتعلم هادشي؟ قال لها حيت انا غشمي وما كنعرف والو، يلا حليت عيني في الدنيا. وهي تقول لي ادا اسمح لي حيت كنت كنضغط عليك بزاف فعاد هضرت ليه. والنهار الاخر مشى جلس مع مارش وقال ليه انا ما فيا امل صحيبي، غنبقى حياتي كامله وانا تعيس، غنقول للشناوه بلا ما يجيو. ونعت لي في السمهان وقال ليه انا على قبل هذيك جيت خدمت هنا. وغيقول لي مارش ما ديرش في بالك انا غندير لك مواعيد معاها واللي في قلبك قولوا لا. وفي ديك اللحظه ختنا ادا كتسرك في البروفيل ديال مارش وهي دير لي لايك بالغلط على واحد التصوير. وملي طلع الاشاره عند مارش عرف باللي هذه هي الاشاره اللي كان كيتسنى منها، وغادي يصيفط لها شي حد باش يدير لها التليفون في الصاك ديالها وغادي يعيط ليها وغتجاوبو وقالت ليه يا شحال زوينه عندك هاد اللعيبه اللي درتيها وزيد ورينا اش عندك ثاني. وهي تقول ليه طير لي النفافخ نشوف، وطير لها نفافخ وقالت ليه انت عارفني فنانه ديال النحت خاصك تجيب لي تماثيل باش نفرح. وجاب لها تماثيل ولكن كانوا غير بنادم. وهي تقول ليه برافو عليك عندك مع البنات كتعرف كيفاش تثبتهم. هو يوقف عليها وقال لها انا صراحه والله ما نقدر نثبتك حيت انت ما كتشبهي حتى شي بنت من هادو اللي كنعرف. وهي ضربه بواحد التنهيده وتصاحبتها بقات حاله فما كدابا. هو يقول لها نشوفك غدا مع 10 ديال الصباح راه غنصيفطك لوكاليزاسيون. ماشي سايت يا وليدي تدير قلب وشي تعليق زوين وسير كمل الفيلم يا المعكاز يا المعكاز. المهم وملي تلاقاو نهار الاخر دار واحد السباق ديال الطوموبيلات، وملي شاف طارق كاين تما مع الجمهور خباه عليه وخرج من السباق وقصد الخلا. وهي تقول ليه انت فين غادي بيا يا بويا؟ المهم مشاو للدار ديالها وعمرت لي اتاي وجلسوا يهضروا وبدات هضره لي على طارق خوها وقالت لي باللي هو خدام في السوبر ماركت. وملي سمع مارت سوبر ماركت ما فهم والو بقى كيتعجب، وقالت لي باللي خوها يستاهل يخدم في احسن الشركات حيت هو نابغه في الرياضيات والمحاسبه، وجاوه عروض باش يخدم في بزاف الجامعات على برا ولكن ما بغاش، ما كانش عارفه باللي سبان هي سببه في عذابه. هو يقول لها مارت وعلاش هادشي؟ قالت لي حيت من نهار ماتوا والدينا في واحد الكسيده من تما هو متاثر داكشي علاش قرر يبقى معايا وما يبعدش عليا. هو يقول لها مارت دابا عاد عرفت علاش انت مهتمه به بزاف. وغيعيط لها طارق وقال لها كاين شي غدا انا جاي في الطريق. وملي سمع مارت طارق جاي ناض سلت، وملي دخل حبيبنا طارق وجا جلس بانوا لي الكيسان زايدين. قال لها انت صاحبتك كانت هنا؟ قالت لي لا. وهي تقول ليه راني اخيرا تربطت يا خويا. هو يقول لها حبيبنا وغير وريه لينا نتعرفوا عليه هذا اللي تربطتي فيه. وقال لها مبروك عليك اختي فرح لياس. وهي تقول لي ما تخممش غنعرفك عليه في القريب العاجل. وغادي يحاول مارتش يخلي طارق يهضر مع سمان سكرتيره في التليفون ديال الشركه، وقال لي يقول لها انا كليان ديالكم. وفعلا عيط ليها وتثبتها مزيان. وهو يقول لها انا راني غير طارق اللي معاكم في الشركه واش نقدر ندير انا وياك شي قهوه؟ وهي توافق وخرجوا مع بعضياتهم ما عارف ما يقول غير مارت اللي كيقول ليه اش يقول لها، وقدر يدوز ديك الجلسه على خير. والنهار الاخر فاقت خدنا سمان من الناس شاف اخونا طارق ما عرفهاش مشات سماهان وبقى جيلها ليه معلم. وزادت كملتها ملي قالت ليه وجد لي الفطور عافاه دار فيها جاتو ابيل ويخرج يسلت.
في ديك الوقيته غيتصل خونا مارش بادا وقال لها والله ما كرهنا نمشيو لشي كوان كالم نجلسوا فيه، لا كتعرفي شي بلاصه قوليها. وهي تقول لي كون هاني انا غنصيفط لك لوكاليزاسيون. وملي مشى عندها لقاها في واحد الجزيره صغيره وسط البحر، غير وصل لقى تما كاين عرس وعاشوا دوك الاجواء الزوينه تما، وغدير واحد المطعم فين كانوا عايشين هي وعائلتها اول مره. وقالت لي باللي هذا المطعم كان ديالنا شحال هادي، كان بابا كيصيد الحوت هو وطارق خويا وماما كطيبوا الناس. وقالت لي بابا باعوا ملي طلعت انا وطارق للجامعه وتحولنا للمدينه كاملين. وقالت لي دابا انا جمعت الفلوس وعاودت رجعت شريته حيت عارفه باللي خويا طارق كيموت على هذه البلاصه. وملي سمع مارش داك الفيلم تاثر وعجبو الحال، حتى هو بدا داويله على راسو وقال لها باللي باه مات باللي كان صغير وماما سمحت فيه وكمل حياته بوحدو، وبقى في ادا بزاف وبدات كتبكي. المهم دازوا ايامات زوينه في ديك الجزيره، غير اللعب والمرح عمي، وعاونا في الصباغه ديال المطعم ديالها وقاد مع الدار اللي تما كامله. وغادي يعيط ليها حبيبنا طارق وتقول لي راني في الجزيره خاصك تجي عندي. وقالت لمار طارق راه جاي باش نعرفك عليه ساعه. قال لها عندي شغل مهم وضروري خاصني نمشي. وملي شد الزودياك وضرب النص في الطريق ندم علاش مشى وغيقرر يرجع عنده. وملي وصل غتلاحظ ادا باللي هما كيعرفوا بعضياتهم مزيان. وقال لها طارق هذا هو محمد صاحبي اللي قلت لك. وهي تقول ليه واش ما غتدخلش تشوف المطعم كي ولا من الداخل، غير دخل. وهي تدور عند صاحبنا مارش وقالت لي اش هادشي كنسمع. هو يقر ليها وقال لها نهار مشيت عندك المعهد وجريتي عليا راني بقيت ورا الباب وسمعت الهضره اللي دارت بينك وبين صاحبتك وعرفت باللي طارق هو خوك. وهي تقول لي حاولك وصلتي ليا على ظهره لقيتيه دمدومه. وهي تجري عليه عاوتاني ومشات جلست مع صاحبتها دينيس. وهي تفتح الجيميل ديال خونا طارق بالغلا وهي تلقى باللي جاه جيميل من شركه صينيه مكتوب فيه باللي هما خدوا الايميل ديالو من الشركه ديال مارش وكيتمنوا ليه يكون حقق السعاده باللي هما كيتسناو في الشركه. وملي واجهته ادا قال لها كل شيء. وهي تقول لي وعلاش هاد السنوات كامله وانت مخبي عليا باللي خدام في الشركه. هو يقول لها غير حيت انت ما عزيزتش عليك بحال هاد الشركات عليها ما بغيتش نقولها لك. وبدا داويله على مارش وقال لها هو اعتقني نهار طحت من البالكون وماشي غير اعتقني، راه هاد المده كامله وانا طالع لي الدم وما حملش راسي. وقال لها لا شفتيني دابا انا ناشط وعندي ثقه في راسي راه هادشي كامل بفضل مارش، وهو راه كيبقى اعز صديق عندي وانا مديون ليه بالسعاده اللي انا كنعيشها دابا. وغتقرر ختنا ادا تمشي عند مارش للشركه وتعتذر ليه. ولكن ديك اللحظه كان الاجتماع ديالو معروف في الصيني، ولكن هاد المره خونا مارش قال لهم كنت غالط في المعنى ديال السعاده وما كنتش عارف باللي هي التضحيه والاخلاص. هو يقول لهم واش كتعرفوا شنو هو النجاح الحقيقي؟ هو اخ يسمح في الاحلام ديالو ويبقى مع اخته في جنبها. والسعاده الحقيقيه هي ملي الاخت تسمح في كل شيء باش تهلا في خوها. وغتكون ادا مع الناس اللي حاضرين تما وغتسمع ديك الهضره وغتاثر. وهي تمشي لعنده وقالت لي صافي حيد ما تكاش وراني توحشك بزاف. مع تما كاينه الصحافه بدات كتصور والبنات تما كتناحط. وانت ما عندي ما ندير لك اخويا، راه الفيلم سهله، خلي بصمتك فريده، ضروري تبارطاجي وتطاقي صحابك وتبلبلها في التعليقات بشي كلمه زوينه. وهذا هو الانستغرام ديالي، هجموا عليه واخا نوصلوا غير 10000 كا. غير معكم اخوكم عبدو، حتى الله.